السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة شيش طاووق، أحلى طريقة تعملي بيها الشيش طاووق ويطلع طري وجميل وطعمه خطير. شايفين جميل قوي ازاي؟ هنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محضرة كيلو إلا ربع شيش طاووق. ايه بقى اللي محضراه ده للشيش طاووق؟ عبارة عن وراك فراخ عشان اعمل بيها الشيش طاووق، بتبقى جميلة قوي، بتبقى مسكرة وطعمها حلو عن الصدور. بقطعها زي ما انت شايفة كده، الحجم بقى اللي يعجبك، عايزة اكبر من كده براحتك، عايزة اصغر براحتك، بس انا عملت الوسط. بقطع بقى كله بالطريقة دي، شايفين اهو. هنخلص تقطيع وتحضري بقى معايا معلقة زبادي، وتحضري شوية زيت، وتحضري بصلة هنفرمها اهي، بصلة مفرومة بتحطيها عليه، وتحضري كمان ليمونية. هنحضر بقى التوابل، ملح وفلفل اسود والسبع بهارات ونحطها عليهم. بنحط كمان فصين توم ندقهم ونحطهم، ورشة بلح جوز الطيب. وبعد كده بنجيب ليمونة ونعصرها عليه، بشيل منها البذر، بحط شوية خل واحط شوية زيت، احط لها معلقة زبادي مع التتبيلة اهو، شوية زيت عليها اهي، واسيبهم بقى يتبلوا ممكن من بالليل للصبح 3-4 ساعات. وبجيب عصي الشيش طاووق وبالله في مية عشان ما تتحرقش مني. وبجيب بقى البصل، بحضر بقى البصل بقطعه زي ما انتم شايفين كده عشان احطه في السياخ. الكميه بقى اللي تعجبك، يعني عايزه تكتري الفلفل برضو بالطريقه دي، الالوان، عايزه تكتري البصل، كتري الخضروات اللي تعجبك، يعني الفلفل والبصل والطماطم لو انت عايزه الخضروات فيها كتير في السيخ. والطماطم بقطعها بقى بنفس الطريقه برضو زي ما انتم شايفين كده اهي. بجهز بقى الحاجات بتاعتي، انا قطعت المقدار ده، عايزه تزودي براحتك. وبعد كده بقى بنجيب العصي اللي هي الشيش طاووق، اللي انا قلت لكم العصي بتاعت الشيش طاووق دي ابلها في ميه عشان ما تتحرقش. وبعد كده ابدا بقى بملحهم بسيط، يعني بحط لهم شويه فلفل اسود على شويه ملح شويه بهارات كده، حاجه خفيفه كده، وبحط لهم نقطه زيت برضو. بروح بقى فرطه البصل من بعضه كده، يعني ايه، ما اخلوش لازق في بعضه، فكاه من بعضه كده. احط هي نقطه زيت. بعد كده ببدا بقى اجيب العص واحط بقى واحده بصله، واحده فلفل الوان مع طماطمايه. وبعد كده احط الفراخ زي ما بقول لك، انت تتبليها من بالليل، تحطيها في التلاجة براحتك قبلها ب3-4 ساعات. انا عاملاها حقيقي تبلتها قبلها ب3 ساعات، وبدأت اشتغل فيها زي ما انت شايفة كده. هخلص بقى الكمية كلها. انا عملت على شواية بالكهرباء خارجية، انت حابة تحطيها في فرن بوتاجاز مفيش مشاكل، بس حطيها على شبكة كده، وتحطيها صينية فيها شوية مية عشان تبقى طرية معاكي وحلوة قوي. حبيتي تعمليها على الجريل برضو هتبقى حلوة. بتبدأ بقى هتلون من تحت، تستوي من تحت، وبعد كده اروح قلبها. هي حقيقة لما بعملها على الشوايه بالكهرباء طعمها بيبقى خطير قوي، احلى حقيقي من فرن البوتاجاز، حقيقي بيبقى طعمها جميل قوي. واروح قلبها بقى بالطريقة دي. وادي يا ستي ما خدش معانا وقت، وطعمه خطير وحلو قوي. وتعملي بقى جنبه شويه مايونيز شويه طحينه، حقيقي هتلاقيه طعمه خطير. وبالهنا والشفا.